أهلا بيكم. بصراحة مفيش حاجة بتحبط أكتر من إن جهاز الكمبيوتر اللي معتمدين عليه في كل حاجة فجأة يبقى بطيء وما بيتحركش. النهاردة هنتكلم عن خدمة صيانة الكمبيوتر الشاملة، وهنشوف مع بعض إزاي ممكن ترجع الجهاز ده لحالته الأولى، يعني سريع وآمن زي ما كان. طيب خلينا نبدأ بالمشكلة اللي حرفيا كلنا بنعدي بيها في وقت من الأوقات، مشكلة الكمبيوتر البطيء. عارفين الإحساس ده لما الجهاز اللي هو إيدك ورجلك في الشغل وكل حاجة يبتدي يبقى تقيل قوي وما بيستجيبش زي الأول؟ حاجة محبطة فعلا. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، هل الجهاز فعلا بقى بطيء؟ يعني هل فتح أي برنامج بقى بياخد وقت أطول من الطبيعي؟ الجهاز بيهنج كتير من غير سبب؟ لو الإجابة فدي أول علامة بتقول إن في حاجة مش مظبوطة ومحتاجة تتصلح. وخلوا بالكم، المشكلة مش بس في إنه بطيء وخلاص، الموضوع أعمق من كده. كتير مننا بيعاني من أجهزة أدائها بقى ضعيف جدا، وطبعا ده بيأثر على الشغل والإنتاجية. والأخطر من كل ده إن الأجهزة دي ممكن جدا تكون مش آمنة، يعني سهل قوي للفيروسات والاختراق. طيب حلو قوي، إيه الحل بقى لكل الكلام ده؟ هنا بتظهر فكرة الحل المتكامل أو الأول إن وان، خدمة واحدة هدفها تحل كل المشاكل دي مرة واحدة وبشكل يرجع الجهاز زي الأول. ببساطة شديدة، الخدمة دي هي صيانة كاملة للكمبيوتر. بتعمل إيه؟ بتفحص الجهاز من أي فيروسات، بتنزل نسخة ويندوز نظيفة وجديدة، وفي الآخر النتيجة اللي كلنا عايزينها، جهاز سريع وآمن. طب يلا بينا ندخل في التفاصيل أكتر. عايزين نعرف خطوة بخطوة إيه اللي بيحصل بالظبط لما جهاز بيروح للنوع ده من الصيانة. يعني إيه اللي بتقدمه الخدمة دي بالتحديد؟ خلينا نشوف. أول حاجة بيتعمل فحص شامل عشان يشيلوا أي فيروسات أو ملفات خبيثة، ودي غالباً بتكون السبب الرئيسي في البطء. بعد ما الجهاز ينضف تماماً بينزلوا نسخة ويندوز جديدة خالص، أي نسخة مطلوبة. والخطوة الأخيرة ودي بقى مهمة جداً، هي إنهم بيظبطوا أداء النسخة الجديدة دي عشان يضمنوا إن الجهاز يشتغل بأقصى سرعة ممكنة. يعني الموضوع ماشي على 3 مراحل واضحة. المرحلة الأولى تنظيف عميق وشامل من أي تهديدات. المرحلة الثانية بناء أساس جديد ونضيف بنسخة ويندوز فريش. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة تظبيط الأداء، ودي اللي بتخلي كل حاجة تشتغل مع بعضها زي الساعة. تمام. بعد كل الخطوات دي، إيه النتيجة اللي بنوصل لها في الآخر؟ يعني إيه اللي بيتغير في الجهاز بعد ما الخدمة دي بتخلص؟ هنا بقى بيجي الوعد الأساسي للخدمة دي: أداء أحسن وأمان أعلى. شوفوا الفرق، التحول بيبقى واضح جدا. الجهاز كان بطيء ومش آمن، وبعد الخدمة بيبقى جهاز سريع ومحمي بشكل أفضل بكتير. هو ده بالظبط التغيير الأساسي اللي الخدمة دي بتوعد بيه. يعني من الآخر الهدف النهائي من كل ده هو إن الجهاز يرجع يشتغل بكفاءة وسرعة وأمان. والمهم إنه مش مجرد حل مؤقت للمشكلة، لأ، ده تغيير جذري في أداء الجهاز عشان يرجع كأنه لسه جديد. أكيد طبعا. دلوقتي كلنا بنسأل نفس السؤال، طيب كل الشغل ده تكلفته كام؟ خلينا بقى نشوف المعلومة الأخيرة والمهمة دي، سعر الخدمة المتكاملة دي. المفاجأة بقى، التكلفة النهائية لكل ده هي 30 جنيه بس. أيوة، السعر ده بيشمل كل الخطوات اللي اتكلمنا عنها، من أول الفحص ولحد تظبيط الأداء. يعني بال30 جنيه دي الخدمة بتقدم باكج كامل على بعضه: فحص وشيل فيروسات، تنزيل ويندوز جديد، وتظبيط الأداء. كل ده في خدمة واحدة. وفي الآخر الرسالة اللي الخدمة دي عايزة توصل لها واضحة جدا: خلي جهازك دايما سريع وآمن. هو ده الوعد النهائي اللي بتقدمه الخدمة. وهنا بقى نسيب سؤال أخير للتفكير: هل الجهاز اللي بنعتمد عليه كل يوم في شغلنا وحياتنا ما يستاهلش التحديث ده عشان يرجع يشتغل بأحسن أداء ممكن؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي بتحدد قيمة خدمة زي دي. وبكده نكون خدنا فكرة كاملة عن خدمة صيانة الكمبيوتر دي.